تقاضى علاوة بقرار من رئاسة الوزراء من سنة 1993. وهذه العلاوة في ضمن نظام الهيكل الجديد انخصمت علينا. أقل موظف عندنا في مديرية الحفر خصم عليه معدل من 100 إلى 150 دينار ل 200 دينار شهري. وهي كنا ناخذ مكافأة مقابل العمل الميداني، مقابل عمل ساعات عمل طويلة في الميدان، مقابل انه كنا النوم في الميدان، مقابل العمل في ظروف جوية صعبة وظروف حرارة وبرد وكذا. صعوبة المهنة، ومبيت حوالي أسبوعين في الميدان، وصعوبة عمل في الميدان للشباب. والشباب بياكلوا يعني بياكلوا وبيشربوا من العلاوة هذه. من قديش شالوها؟ من شهر يعني شهر واحد بداية الهيكل. بداية السنة. وعدنا أكثر من مرة إنه هذه العلاوة راح ترجع، هي المكافأة ترجع لكم، ولغاية الآن وعود بدون حبر على ورق. رد الوزارة شو كان؟ رد الوزارة بقول لك إنه راح نرجع لكم إياها، إمتى ما بنعرف. ما قبلوا.